في زمان ليس بالبعيد، وفي أرض شهدت عجائب الزمان، خرج قطار من قلب إيطاليا يحمل 106 راكبا، بينهم من كان يحلم ومن كان يهرب ومن كان لا يعلم أنه يكتب آخر سطر في حياته. كان من المفترض أن تكون رحلة عابرة من روما إلى ميلانو، لكن القطار لم يصل قط. دخل نفقا ولم يخرج، ابتلعه الضباب واختفى كما تختفي الحكايات القديمة في طي النسيان. مرت السنوات ثم العقود، وظل السؤال معلقا في الهواء: أين ذهب قطار زانيتي؟ أهو سرق؟ أهو ضاع؟ أم أن لعنة خفية قد نسجت حوله؟ الليلة نروي لكم حكاية قطار خرج من الزمان وربما لم يعد إليه أبدا. Let's go! عارف يعني ايه قطر يخرج من المحطة وما يرجعش أبدا؟ يعني الناس تشوفه وهو داخل نفق وبعدها يختفي كأنه ما كانش موجود. طب لو قلت لك إن القطر ده مش بس اختفى، ده رجع في الزمن واختفى تاني وظهر في بلد تانية وعلى بعد قارات. اللي هحكيه لك النهاردة هو الحكاية اللي حيرت الناس ودوخت الباحثين وقسمت العالم ما بين مصدق ومكذب. قصة قطار زانيتي، أو زي ما الناس سموه القطار الشبح. خليك معايا علشان تعرف أصل الحكاية. في بداية القرن العشرين كانت أوروبا كلها بتعيش طفرة صناعية ضخمة، خصوصا في مجال وسائل المواصلات. التطور كان سريع جدا وكل الشركات الكبيرة بدأت تتسابق علشان تكسب ود الطبقة الغنية اللي كانت في الوقت ده رمز للوجاهة والسلطة. ومن بين الشركات دي ظهرت شركة إيطالية اسمها زانيتي، وكان عندهم مشروع كبير: قطر فاخر مكون من 3 عربيات كل حاجة فيه مصممة علشان تبهر الناس. القطر ده اتعمل مخصوص علشان يمشي على سكة حديد جديدة، هم كمان اللي نفذوه، وبيربط بين العاصمة روما وإقليم اللومباردي في مدينة ميلانو. المسافة كانت حوالي 550 كيلومتر، يعني رحلة طويلة مدتها 7 ساعات ونص. وفي مايو سنة 1911، يعني قبل شهر واحد من انطلاق الرحلة، الشركة أعلنت رسميا عن أول رحلة للقطر. وكانت الرحلة دي مميزة جدا، بتشمل الأكل والشرب مجانا، وفيها فرقة موسيقية بتعزف للركاب طول الطريق. الشركة حبت تعمل دعاية وقالت هننظم رحلة مجانية لأي حد عايز يركب من روما لمدينة ميلانو. وطبعا كان هدفهم الناس اللي تركب القطر ده يكونوا من أغنياء إيطاليا. الشركة كانت شايفة إن لو الرحلة دي بدأت واللي فيها كلهم من الطبقة الغنية، ده هيدي للقطر سمعة ضخمة وهيخليه بعد كده حلم لأي حد من نفس الطبقة في العالم يركبه. وفعلا سجل في الرحلة 100 راكب ومعاهم 6 من طاقم القطر. اليوم بدأ عادي والشمس طالعة والناس فرحانة والصحافة كانت بتصور. القطر اتحرك وكان في طريقه بيمر بنفق طويل جدا حوالي كيلومتر بين منطقتين اسمهم إيميليا ولومبارد. والشركة جابت ناس وقفتهم على أول النفق وآخره علشان الدعاية تبقى كبيرة. وبالفعل القطر دخل النفق بس ما خرجش. عدت الدقايق وبعدين الساعات، والمتفرجين اللي كانوا مستنيين يشوفوا القطر من الناحية التانية ابتدوا يقلقوا. الناس حست إن في حاجة غلط، اتصلوا بالشرطة وطبعا جت ودخلوا النفق علشان يشوفوا إيه اللي حصل جوه. بس مفيش أثر للقطر ولا أثر لحادثة ولا حتى صوت. كل اللي لقيوه راجلين كانوا قاعدين جوه النفق على السكة الحديد ساكتين تماما وما بيتحركوش، والصدمة باينة عليهم. التحقيقات بدأت معاهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل، وفعلا الاتنين دول طلعوا من ركاب القطر. ولما فاقوا من الصدمة حكوا قصة خيالية. قالوا إن أول ما القطر دخل النفق ابتدوا يسمعوا صوت همهمة غريب، وبعدها الضباب الأبيض ظهر فجأة وبدأ يلتف حوالين القطر. الضباب ما كانش عادي، كان تقيل، ولما يلمس جسم القطر بدأ يتحول لمادة لزجة بيضاء بتغطي القطر بالكامل. الاتنين دول كانوا في العربية الأخيرة، قدروا ينطوا منها قبل ما الضباب يبلع القطر بالكامل. بس بعد ما نطوا فقدوا وعيهم وصحيوا بعدها لقيوا نفسهم في النفق. السلطات الإيطالية قررت تقفل النفق بعد الحادثة دي علشان محدش يقرب له تاني أو يحصل حاجة تاني. وشركة زانيت عملت المستحيل علشان الصحافة ما تكتبش عن الموضوع، علشان الموضوع ده لو اتعرف هيدمر سمعة الشركة في السوق. وفعلا نجحت ومحدش اتكلم عن الحادثة في الصحافة. وبعد سنتين ومع الحرب العالمية الأولى سنة 1914، النفق اتكسف واتدمر تماما وانتهت الصفحة دي من التاريخ، أو ده اللي الناس كانت فاكرينه، لحد ما الدنيا اتشقلبت تاني. جورنال أوكراني نشر تقرير بيقول إن القطر ظهر في مدينة بولتافا، وإن اللي شافه كان عامل سكة حديد، وقال إن القطر كان مكون من 3 عربيات والستاير بتاعته مقفولة وما فيهوش أي راكب ولا حتى سواق. القطر كان ماشي بهدوء وبعدين اختفى، من غير صوت، من غير دخان، من غير أي أثر. المقالة دي جذبت انتباه باحث أوكراني اسمه فاسيلي. الراجل ده قرر يدور ورا القصة بنفسه. قعد يدور في الأرشيفات ويدور في المستندات القديمة وسافر لمدن كتير. كان بيدور على أي حادثة شبه الحادثة دي على أمل إنه يلاقي خيط يمشي وراه. وفجأة لقينا الدنيا بتتحول لحكاية أغرب بكتير. الباحث ده اكتشف وثيقة لدكتور مكسيكي اسمه خوسيه ساكسينو. الراجل ده بيقول إنه سنة 1840، يعني قبل حادثة القطر أصلا بحوالي 70 سنة، استقبل في مستشفى الأمراض النفسية 104 مريض إيطالي. العدد ده غريب جدا، ليه؟ لأنه نفس عدد الركاب القطر لما نخصم منهم الاثنين اللي نطوا اللي هم 106. المفاجأة الأكبر إن المرضى قالوا إنهم جم من روما بالقطر، يعني القطر اختفى سنة 1911 وظهر سنة 1840، يعني رجع بالزمن 71 سنة وطلع في المكسيك.
وواحد من المرضى دول كان معاه علبة سجاير مكتوب عليها صنع في إيطاليا سنة 1907، يعني بعد التاريخ اللي هم فيه ب67 سنة. الدكتور ساعتها قال إن جزء من المرضى بدأ يتأقلم وبدأوا يندمجوا في الحياة الجديدة، بس جزء تاني فقد عقله تماما وفضل يصرخ ويهلوس واتصاب بما يشبه الهوس الزمني. والباحث ربط كل ده ببعضه، بس محدش صدقه واتقفل الموضوع على كده. وبعد حوالي 10 سنين واحد من أهالي الركاب المفقودين لقى وثيقة قديمة جدا في دير اسمه سان بيترو في مدينة اسمها مودينا في شمال إيطاليا. الوثيقة دي مكتوبة في العصور الوسطى، يمكن من القرن ال15. الراهب اللي كاتبها كان بيقول إنه شاف عربة معدنية شيطانية على حسب وصفه خرجت من الضباب ووراها 3 عربيات صغيرة، ولما القطر وقف نزل منه 3 أشخاص لابسين أسود وراحوا يخبطوا على باب الدير، لكن الرهبان اللي جوه خافوا يفتحوا وبعد شوية اختفوا هم والقطر. الغريب بقى إن القصة خدت منحنى أغرب بكتير. الراجل اللي لقى الوثيقة في دير سان بيترو لما ركز في التفاصيل اكتشف إن أوصاف العربة الشيطانية اللي اتكلم عنها الراهب في القرن ال15 شبه جدا قطر زانيت اللي اختفى سنة 1911. يعني العربة المعدنية اللي وراها 3 عربيات والستاير اللي مغطية الشبابيك والعمود المعدني اللي خارج من مقدمتها وبيطلع دخان، كل دي مواصفات قطر زانيت. بس استنى كده لحظة، في القرن ال15 ما كانش فيه لا قطارات ولا سكة حديد، يعني ازاي يوصف الراهب حاجة بالشكل ده؟ حاجة ما كانتش لسه اخترعت أصلا. وده خلى السؤال الأكبر يظهر، هل القطر فعلا رجع بالزمن ودخل العالم ده من فجوة زمنية مش مفهومة؟ الأغرب من كده إن الوثيقة اللي الراهب كتبها واللي الراجل لقاها في الدير كانت محفوظة ضمن سجلات عيلة اسمها ساجين، وده خلى كل حاجة تتشقلب، لأن واحد من الاتنين اللي نطوا من قطر زانيت قبل ما يختفي كان اسمه ماريو ساجين. يعني إيه؟ يعني عيلته كانت مرتبطة بالحدث قبل ما يحصل بقرون، ولا ده مجرد تشابه أسماء؟ ولا ممكن يكون لعيلة ساجين علاقة مباشرة باللي حصل؟ القطر، النفق، الزمن، اللعنة، كل الاحتمالات كانت مفتوحة. لكن ده ما كانش آخر ظهور للقطر الشبح. بعد مرور 44 سنة على اختفاء قطر زانيتي، وتحديدا يوم 29 أكتوبر سنة 1955، حصلت واقعة تانية زودت الغموض. عامل إشارة كان شغال في وردية ليلية عند معبر سكة حديد صغير تابع لقرية هادية في أوكرانيا. الساعة كانت معدية نص الليل وكل التقارير بتقول إن مفيش أي قطارات المفروض تعدي في الوقت ده. في البداية افتكر إنه ممكن عربية أو حاجة ماشية على القضبان بالغلط، لكن لما ركز أكتر شاف قدامه قطر ضخم، قطر من 3 عربيات الشبابيك كلها متغطية بستاير تقيلة ومفيش لا صوت ولا ركاب ولا حتى صوت مكن. القطر كان ماشي ببطء غريب، ماشي كأنه بيتمشى، وبمجرد ما عدى من قدامه اختفى في لحظة كأنه دخل في دخان أو ما كانش موجود أصلا. العامل سجل اللي شافه وحاول يبلغ، بس طبعا مفيش أي حد صدقه. لكن الغريب إنه مش الوحيد اللي شاف القطر في الليلة دي، ناس تانية من نفس القرية شافوا نفس المشهد بس من بعيد، وقالوا إنهم حسوا ببرودة مفاجئة في الجو وسمعوا صوت زنة معدنية، وبعدها كل حاجة اختفت. مع الوقت القطر بقى يظهر ويختفي في أماكن كتير، ظهر في موسكو وبعدها في النرويج، وفي كل مرة بدون ركاب. الناس قالت حكايات كتير، فيه اللي قال إن القطر دخل فجوة زمنية، وفيه اللي قال إن الفضائيين خطفوه، وفيه اللي قال إن القطر نفسه بقى واقع وبيلف العالم، بس ولا واحد فيهم عنده دليل واحد. ودلوقتي نيجي بقى للحقيقة، اسم زانيتي مش موجود أصلا في أي سجل رسمي لشركات الإطارات الإيطالية، ولا في أي ورق بيوثق القصة في أرشيف الصحف الإيطالية من سنة 1911، ولا الباحث الأوكراني فاسيلي له أي وجود رسمي، ولا الوثيقة بتاعت الراهب الإيطالي، ولا حتى عيلة باسم سجينو اللي الوثيقة كانت باسمه. يعني إحنا قدام حاجة من اتنين، يا إما خرافة معمولة كويس، يا إما قصة حقيقية تم دفنها. وفي النهاية القطر اختفى بس القصة موجودة. ودي كانت قصة القطر اللي دخل النفق ومرجعش. ولو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك واشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.